مساء الخير، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا جاي اكلمك في فيديو النهارده عن حاجه انا بعملها وحسيت ان هي فرقت معايا كتير، او حاجه بتخفف عني صراحه لما بكون زعلان او لما بكون متضايق او كلام من ده كله. ليه عملت الفيديو ده؟ عملت الفيديو ده علشان خاطر انا حاسس ان في ناس كتير بتمر باللي انا مثلا بمر بيه، ولكن هو مش بيقدر يتعامل مع زعله ولا بيقدر يتعامل ان هو ازاي يتخلص من اللي هو فيه. فانا كنت قبل كده لما بكون زعلان كنت بدور على شات اقرب حد ليا وبدخل احكي له واقول له والله حصل واحد اتنين تلاته وانا زعلان علشان خاطر كذا كذا. فكنت يعني مثلا يعني هو بيحاول ان هو يخفف عني، ولكن انا بطلع من الشات بتاعه انا مش متخفف عني خالص، بالعكس انا بطلع مخنوق ان انا حكيت للشخص اللي قدامي اصلا. يعني انا ما كنتش عايز ان انا اكون سلبي او ان انا اديله طاقه سلبيه، فببقى زعلان ان انا حكيت له حاجه. في نفس الوقت كمان انا ببقى شايل الهم اللي انا شايله اصلا، يعني انت فاهم قصدي، مش بيتخفف عني خالص. فعلشان كده ما عدتش بحب ان انا احكي للي قدامي او احكي للناس انا بمر بايه او ان انا حاسس بايه. هل ده معناه ان انا ما بحكيش لحد خالص؟ لا، اكيد بيجي لحظات كده بالصدفه بتحكي اللي حصل او كلام من ده كله، ولكن انا بتكلم دلوقتي في موضوع ان انا مثلا زعلان وانا مش عارف اعمل ايه. انا في حاجتين كنت بعملهم الصراحه يعني وما زلت، ان انا النوته بتاعت التليفون بتاعتي انا قافلها على باسورد كده وبعدد الايام مثلا اليوم اللي انا بعدي بيه مش كويس او اليوم اللي انا مش حابب ان انا احكي عن يوم الحد، فكنت بفتح النوته وببدا ان انا اكتب والله انا صحيت الساعه كذا وكنت صاحي مزاجي نص نص ونزلت وفطرت ونزلت ورحت الجامعه مثلا وقابلت كذا وما اعرفش ايه وكذا، بص لي بصه ما عجبتنيش، لا الدكتور كلمني وحش النهارده، لا ده الدكتور سالني وانا جاوبت، وهكذا. يعني ايا يكن كنت تلاقي ان انا بكتب يومي بحس ان انا مرتاح، بحس ان انا حكيت اللي جوايا وقلت اللي جوايا. فكنت بخلص كده، بخلص كتابه وخلاص. انت بتعدي حتى على فكره بعد فتره كبيره او كده بتيجي تبص مثلا على اللي انت كنت كاتبه او كده في النوته، في حاجات بتبص لها وبتقول ايه الهبل ده انا كنت هبل قوي، بتقعد تضحك عليها. وفي حاجات تانية فعلا ده انا كنت يعني حرفيا كان غصب عني ان انا ازعل، كان الموقف تقيل على قلبي وغصب عني ان انا ازعل. وكمان حاجه كمان ان انا ما كنتش بحب احكي للي حواليا، لان في ناس مثلا كنت تيجي تحكي لها تقول له انا زعلان او ان انا مخنوق، يقول لك ما كلنا مخنوقين، او انا زعلان ما كلنا زعلانين. طب وبعدين انت كده زودت عليا اكتر اصلا، يعني انت ما خففتش عني بحاجه. فبدل ما تحط نفسك في حاجه زي كده ليه يا عم، انا مع نفسي واحكي لنفسي وهكذا. حاجه تانية كمان ان الواحد مثلا لما كان بيبقى زعلان مثلا زعلان من صاحبي مثلا وانا مش حابب ان انا ادخل اكلمه او ان انا اقول له ان انا زعلان، لان ما عادش لها لازمه ان انا اتكلم، فاهم؟ ما عادش لها لازمه العتاب بقى، يعني انت عاتبت بما فيه الكفايه في اوقات كتير وعملت كل حاجه، فبقيت مثلا انت عايز مثلا تكتب ستوري تطلع اللي جواك، يعني انت فاهم، يعني تبين اللي قدامك انك زعلان برضو، انت مش هين عليك انك تخسره، وفي نفس الوقت اللي هو ايه عايز تنزل ستوري وخلاص. فبقيت بعمل ايه؟ بقيت ان انا اكتب الستوري واقوم مسحه تاني، ما بنزلوش، لا انا بكتب الستوري وامسحه تاني، وكده انا بقنع نفسي ان انا نزلته فعلا وان الشخص ده شاف ثانيه بس انا بشوف انا وصلت للدقيقه كام. يعني الشخص ده بشوف يعني انت اكيد فاهمني، انا اتلخبطت اصلا لما انا بصيت هنا. المهم يعني فانك تكتب مثلا ستوري وترجع تمسحه تاني، يعني ما تنزلوش، فبتحس ان انت تخفف عنك وبتحس ان انت طلعت اللي جواك. ده الخطوات اللي انا بعملها، الخطوات العمليه. بعيدا ان انا مثلا كنت لما بكون زعلان او مخنوق او حرفيا جبت اخري، كنت بعمل اللي هو بقوم اصلي واكلم ربنا واقول له يا رب انا صحيت وعملت كذا وواحد اتنين تلاته، وبحكي له يومي. اصلا هل ربنا ما يعرفش اللي انت يومك كان عامل ازاي؟ ربنا عارف طبعا. هل ربنا ما يعرفش انت مثلا كنت زعلان من ايه او انت مريت بايه؟ ربنا عارف طبعا. بتقول له يا رب انا كلمت صاحبي النهارده كذا وحصل منه كذا وما اعرفش ايه، وانا مريت بكذا، والدكتور زعق لي يا رب، وانا يعني انا ما بحبش حد يكلمني كده، ويا رب ما اعرفش ايه. بتخلص الركعتين بتلاقي نفسك برضو تخفف عنك. فانت عندك ثلاث خطوات، يا اما نوته، يا اما انك تنزل ستوري وتمسحه تاني، والخطوه اصلا اللي هي الاساسيه انك تصلي ركعتين وتكلم ربنا وتحكي له، وهتلاقي نفسك مخلص دنيتك زي الفل. فبس فده اللي انا كنت حابب احكيه لك او ان انا اقوله لك، وما عدتش هطول اكتر من كده يعني. فاتمنى ان الفيديو اصلا يعني يكون لطيف وخفيف على قلبك كده، وما يكونش رخم خالص يعني يعني ما يكونش تقيل على قلبك. وبس ما تزعلش، تعرف ان مفيش اي حد في الدنيا يستاهل انك تزعل علشانه. يعني كل الناس حرفيا انت اللي بتبقى زعلان وموت نفسك، والشخص التاني بيبقى عايش حياته، بيبقى بيطلع وبيفرح واللي هو عايش حياته وماشي حياته طبيعي جدا. طب ليه ان الواحد يزعل؟ انا الورقه اللي انا قطعتها لك في اول الفيديو دي، فدي مش من فراغ، دي انا بقول لك ان انت قطع اي حاجه مزعلك وارميها، اكتب اللي مزعلك في النوته، اكتب اللي مزعلك وامسحه. فده معنى الورقه اللي انا قطعتها في الاول. بس